افتتاح وكالة للبنك الجزائري الخارجي بفرنسا ما يفتح الباب أمام استقطاب أموال المغتربين. إيمان عياش تفصل. وأخيرا ظهرت اللبنة الأولى لافتتاح وكالات بنكية جزائرية بالخارج، حيث كانت الانطلاقة من فرنسا بافتتاح وكالة فرعية للبنك الجزائري الخارجي، وهذا تزامنا مع العام الجديد، ما يعتبر خطوة مهمة لاستقطاب العملة الصعبة. مع رئيس الحكومة في سفارة الجزائر بباريس ذكر نقط كثيرة بالنسبة للجالية الجزائرية، حتى في السكنات، حتى في الاستثمار، وبين لهم النقطة تاع فيما يخص البنك الجزائري، البنك اللي راح تفتح الأبواب بتاعها في باريس، هي تسهل على الجالية الجزائرية في العمل تاع بتحل كما يقول الحسابات تاعها بالنسبه للبنك، وتسهل لهم حتى في الاستثمار، حتى يكون الاستثمار في الجزائر ولا الاستثمار في فرنسا. استقطاب رؤوس الأموال وادخارات الجالية الجزائرية بفرنسا يحتاج إلى تفعيل إجراءات لينة من شأنها تسهيل حرية حركة الأموال. لا بد أن تفتح لهم حسابات غير مقيمة تحفيزية يربحون فيها هنا أكثر مما يربحون في أوطانهم، ولكن بليونة الإجراءات أن حرية الحركة بين الجزائر وبين عندما يريدون أموالهم ترجع لهم أموالهم، لكن أموالهم الأموال تاع العمل هذه تضاف إلى فتح بنوك وكذا، لكن هذه لها توسع أكثر لأنه تمس الجزائريين في جميع أنحاء العالم. خطوة الحكومة بفتح فروع لبنوك عمومية بالخارج، وإن جاءت متأخرة مقارنة بتجارب تونس والمغرب، ستسمح بتسهيل التحويلات المالية للمهاجرين الجزائريين، ويعطي ديناميكية تسمح بإدماج أبناء الجالية في المنظومة الاقتصادية للبلد عبر آليات عديدة.